ميبي احنا عندهم فيخافوا مننا زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ انت كداب يالا، ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا، الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده. بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ اللي عمل وايلد كارد عمل، واللي ما عملش هتلاقي حلقه الوايلد كارد فوق، اطلع بص عليها سريعا لو ليك شو ان انت تعمل وايلد كارد. مع اني ما برشحش وايلد كارد، مش وقته، اتقل عليه شويه، الا لو فرقتك رايحه في داهيه خالص. من الاخر النهارده بقى جايين نتكلم معاك الناس اللي مش هتعمل وايلد كارد وما عندوش فري هيت كمان للاسبوع ال 25 البلانك. جاي النهارده عشان اشرح لك تعمل ايه بالخطوه بخطوه من الاسبوع ال 22 للاسبوع ال 25، التغييره بتاعتك تبقى ازاي وبحساب، بحيث ان انت توصل ل 25 ما عندكش حد ما بيلعبش من الاربع فرق اللي احنا عرفنا ان هم هيبقوا بلانك في ال 25. هنتكلم بقى كمان عن ترتيب الدوري بتاعنا، وهنتكلم عن بطل شهر يناير اللي لازم يتواصل معانا عشان يستلم الجائزه بتاعته، وشويه الاحصائيات السريعه بتاعتنا بتاعت الاربع اسابيع اللي فاتوا، وكمان الكابتنه. ما عليك غير ان انت تنزل دلوقتي حالا بعد اذنك، حط اللايك، اشترك معانا في القناه لاول مره تتفرج علينا، والف مبروك للاهلاويه. الاهلي كسب 3-0 وصعد كاس العالم للانديه، ومستنيين الماتش الجاي وجايين لك يا مدريد. نبدأ بقى بأول حاجة معانا، الناس اللي توقعت التوقعات الصحيحة للأسبوع ال 21 في أحسن اللعيبة اللي هتجيب في كل مركز. طبعا هم 5 أشخاص كلهم أجمعوا على هالاند في الهجوم، محمد وكريم وهشام والسيد الحديدي، كل الناس دي توقعت ان هالاند هو هيكون نجم خط الهجوم، وده اللي حصل بالظبط. ويلا بقى انت كمان دلوقتي انزل اكتب لنا توقعاتك في الكومنتات، قبل ما تنسى اكتب لنا مين احسن حارس هيجيب نقط، واكتر مدافع هيجيب نقط، واكتر خط وسط، واكتر هجوم، عشان خاطر نتناقش فيها بعد ما الجوله تخلص. ده كان بالنسبه للمسابقه بتاعتنا. طبعا متصدر الدوري حتى الان اوفر اول احمد ممش، لسه محافظ على الصداره، بس ابتدوا يقربوا منك يا ممش، خلي بالك الفرق بقى 20 نقطه. ده بالنسبه للاوفر اول. بالنسبه بقى لشهر يناير فخلاص نقدر نقول ان شهر يناير خلص، وبطل شهر يناير ظهر وهو احمد سامي بفرقته سيمو، اتصدر ب 267 نقطه. ابو حميد اتواصل معانا عشان خاطر ان شاء الله تستلم الجائزه بتاعتك في اقرب وقت. طبعا بقى اما بالنسبه للترتيب بتاعي اتبهدل اخر بهدله بعد الجوله اللي فاتت. انا حاليا بقيت 141800 بعد ما كنت انا الجوله اللي فاتت خسرتني 98000 مركز. انت متخيل انا كنت تقريبا 42000 41000، اتضربت ضربه وحشه قوي بعد كابتن توني ومشيتني كيتيا. خلاص بقى مش عايز ارجع للي فات. نيجي بقى سريعا على اكتر اللعيبه اللي اتعمل لها ترانسفير ان للجوله، واكتر اللعيبه اتعمل لها ترانسفير ان منطقيه جدا. الثلاثه بتوع اليونايتد، برونو وراشفورد لوك شو، ومعاهم ميتوما وساكا. بالنسبه بقى لموضوع برونو، ناس كتير قالت لنا بعد حلقه الوايلد كارد انتوا ما اتكلمتوش على برونو خالص. بص انا ما اتكلمتش على برونو لسبب، انا كان برونو في دماغي بس ما اتكلمتش عليه لسبب. دلوقتي انا عندي الماتشين بتوع اليونايتد في نسبه ان هم يطلعوا منهم بكلين شيت نسبه عاليه قوي، فانا ما ينفعش اغفل 2 كلين شيت لواحد زي لوك شو او واحد زي ديخيا. وطبعا في الناحيه الهجوميه ما ينفعش ان انا انسى راشفورد اللي شغال كل الماتشات اللي فاتت ونسبه ملكيته عاليه. برونو دي بقى حته هتبقى زياده ديفرنشال عليك انت لو عايزها ريسكيه حلوه، واضح جدا ان في ناس كتير راحت عليها. بس لما يبقى عندك 3 من يونايتد هتعمل ايه في الاسبوع ال 25؟ هي دي النقطه اللي عطلتني عن الموضوع ده. وبالنسبه بقى للترانسفير اوت، فطبعا في الصداره بيجي كانسيلو اللي ودع الدوري كله وراح على بايرن وسابها لك يا جوارديولا مخدره. مع السلامه، مع الف سلامه، خلي بالك من نفسك، هتوحشنا يا جون. وبيجي بقى بعديه بيجي الميرون وبيجي مارتينيلي. طبعا اتنين كانوا ثابتين معانا الاسابيع كتير فات، الواحد زعلان انه بيشوفهم في الترانسفير اوت. وطبعا معانا متروفيتش ومعانا صلاح. تعالى بقى سريعا ندخل على احصائيات اللعيبه، بدل كل مره كنا بنتكلم عليهم واحده واحده. النهارده عشان ما فيش وقت والديدلاين قرب هعرضهم لك كلهم على الشاشه دلوقتي. وقف الشاشه، خد منهم سكرين شوت عشان تمخمخ عليها براحتك بعد الحلقه، وانا بقى هكلمك اقول لك نطلع بايه من الاحصائيات دي. مبدئيا اول حاجه نطلع بيها من الاحصائيات ان نيكيتيا بدا يزاحم توني ومتروفيتش على مركز المهاجم الثالث جنب كين وهالاند. طبعا مفيش كلام، الاثنين دول حاجزين مكانهم. وبمناسبه كين وهالاند اتصرف وجيبهم عشان ما تزعلش. هارفي بارنز بتاع ليستر بيحاول يقاوح، بس انك تجيبه يعتبر حاجه ريسكيه ما تفكرش فيها قوي. بالنسبه بقى للسيتي، لو عايز تجيب حد منهم هجوميا مع هالاند، فانا بتوقع ان احسن واحد فيهم بالترتيب محرز، بيجي بعديه جريليتش. ده بالنسبه لو عايز تجيب هجوميا. اما بقى بالنسبه لليونايتد فطبعا مفيش احسن من برونو ومفيش احسن من راشفورد. دول احسن 2 هجوميا تقدر تفكر فيهم في اليونايتد. طيب نيجي بقى عند اهم حته في الحلقه بتاعت النهارده، وهي بقى ان احنا ازاي نخطط للاسابيع بتاعتنا لحد الاسبوع ال 25. هعرض لك دلوقتي على الشاشه وانت بتتفرج بقى، واسمع بقى الكلام مني وانت باصص على الشاشه. هعرض لك دلوقتي الفرق اللي احنا كلنا بنجيب منها. هتلاقي بقى ارسنال على السيتي على اليونايتد على برايتون
على برينفورد، على نيوكاسل. اليونايتد عندك منها على الاقل 2 لعيبه، وكمان السيتي نفس الكلام. ارسنال في الغالب ما بين 2 ل 3 لعيبه. نيوكاسل معاك تريبير ومعاه واحد تاني بقى، يكون بوب، يكون بوتمان، يكون شار، يكون الميرون، في واحد مع تريبير. برينفورد في الغالب عندك 2 الفتره اللي فاتت، توني، وعلى الاغلب جبت يا بن مي عندك رايه من الاول يعني. وكمان برايتون عندك منها يا ميتوما يا مارش. يعني بنتكلم ان ال6 فرق دول عندك معاك منهم من 9 ل 11 لعيب من فرقتك، رقم كبير جدا. فلازم تبقى عارف السيناريو للاربع جولات الجايين عشان تطلع باكبر المكاسب واقل الخسائر. تمام، من الجدول ده بقى نطلع بايه؟ هنطلع بكام نقطه؟ نبدا باول نقطه معانا، السيتي وارسنال. مشوارهم للاسبوع ال 28 حلو جدا. الفرقتين مش هيبلانكوا لحد الاسبوع ال 28. السيتي هيبلانك في ال 28، ارسنال لا. فاحنا كده بنتكلم ان فرقتين عندنا فيهم على الاغلب يا 5 يا 6 لعيبه امورهم طيبه لحد الاسبوع ال 28. يعني انت بتتكلم على الاغلب هيكون عندك من ارسنال 2 في الحته اللي قدام وواحد مدافع. بنتكلم بقى اوديجارد مع مارتينيلي او مع ساكا او مع نيكيتيا لو عايز ديفرنشال، ومعاك يا صليبه يا جبريل واحد ورا. ادي الثلاثه بتوع ارسنال. ومن السيتي عندك هالاند ومعاه بقى واحد على حسب انت جايب ادرسون ورا او هتجيب محرز او جريليتش. دول الخمسه بتوعك اللي مضمونين لعبهم للاسبوع ال 28. ندخل بقى على برينفورد. برينفورد لو عندك منها بن مي وعندك توني، او معنى صح عندك حد من الدفاع ان كان بن مي او رايا وتوني، لاعب الاثنين في الجوله ال 22. بس بعد كده طير منهم واحد لحد ما توصل الاسبوع ال 25. خلي بس معاك توني، الباقي خلاص ماتشاته مش هتبقى احسن حاجه وهيبلانك في ال 25. نفس الكلام على اليونايتد. اليونايتد عندك منها من 2 ل 3 لعيبه. بنتكلم على راشفورد وبنتكلم بقى يا لوك شو يا لوك شو دي خيا يا اما دي خيا لوحده. فلما توصل لحد الاسبوع ال 24 لاعبهم، لان ماتشات اليونايتد ماتشات حلوه وفيها الكلين شيت بنسبه كبيره مضمون. توصل ل 24 قبل ما تدخل على 25 لازم تطير واحد منهم، وعلى الاغلب واحد من اللي ورا، لان راشفورد ما ينفعش ان انت تبيعه وترجع تشتريه تاني، هتخسر فيه فلوس. فتقعد راشفورد دكه وتطير واحد من اليونايتد. كده اول حاجه عملناها عشان خاطر البلانك بتاع ال 25. ندخل على نيوكاسل. نيوكاسل انت عندك منها تريبير وواحد كمان. مين هو؟ انت حر بقى هو مين. تدخل تلعب بيهم ال 22 وال 23. ال 24 تطير لك واحد من نيوكاسل، وعلى اكيد مش هيكون تريبير. اي حد تاني عندك بره نيوكاسل في ال 24 تطيره وتخلي تريبير عندك دكه في ال 25، لان تريبير لو بعته هتخسر فيه كتير قوي. بالنسبه لبرايتون فانت عندك واحد منهم على الاغلب يا ميتوما يا مارش، فعلى الاغلب خليه ما تشغلش بالك بيه وخليه دك. نيجي بقى مع خطه التغييرات. وخلي بالك انا بقول لك خطه التغييرات دي من وجهه نظري اللي هي شامله عامه، يعني مش بتتكلم على فرقتك بالاخص، فخلي بالك من النقطه دي. حاول قدر الامكان لو ما عملتش تغييره الاسبوع ال 22 ما تعملهاش، لان انت محتاج تدخل الاسبوع ال 23 وانت معاك تغييرين عشان تبدا تشوف اخبار الخوازيق بتاعتنا ايه. فما تجريش تروح جري تجيب حد من يونايتد زياده على اللي عندك عشان ما تلبسش في ال 25. دخلنا بقى على الجوله 23 معاك تغييرين، هتعمل منهم واحد، هتروح ممشي واحد من دفاع برينفورد لو عندك، وتجيب مكانه حد من دفاع ارسنال او السيتي لان عندهم دبل. ندخل بقى على الاسبوع ال 24 هتدخل عليه معاك تغييرين. احنا موفرين واحد بقى بتاع ال 22 ما عملناهوش، فكل اسبوع بندخل معانا واحد زياده فري، فكده انت معاك تغييرين، هتعمل منهم برضو واحد. هتمشي بقى لو عندك حد تاني من نيوكاسل غير تريبير، هتمشي الشخص التاني ده وتروح بقى جري تجيب لك حد من تشيلسي وليكن في الدفاع تياجو سيلفا مثلا. دخلنا على الاسبوع ال 25 بقى كده ومعانا تبديلين. على طول هتروح انت اوتوماتيك جايب لك كلوزوفسكي من توتنهام، لان ماتشاته حلوه قوي وهو فورمه عاليه قوي، عشان يبقى عندك دبل اب ما بين كلوزوفسكي وما بين كين في الاسبوع ال 25. حلوه ان انت تفكر فيها وماتشاتهم حلوه يعني ممكن تكمل بيها. هيكون طبعا مكان واحد من جماعه اليونايتد من مكان نيوكاسل بقى، من على حسب بقى مين عندك بلانك. اتبقى معاك تغيير على حسب بقى فرقتك. انت شايف بقى ممكن تتارجت حد من استون فيلا، تتارجت حد من فولهام، انت بقى ودماغك. بس خلي بالك ان اغلب الحراس اللي معانا هيكونوا بلانك، فلو وضعك نفس الكلام الحراس بتوعك الاثنين بلانك، فانا رايي تروح جاري تروح تجيب كيبا، يبقى ده التبديله الثانيه بتاعه الاسبوع ال 25. كده انت هتبقى داخل الاسبوع ال 25 عندك 3 من سيتي 3 من ارسنال، ادي 6 لعيبه. عندك كمان هيكون كيبا مع تياجو سيلفا او كيبا لوحده، ادي كده بنتكلم 7 ل 8 لعيبه. عندك كين وكلوزوفسكي، ادي كده بنتكلم من 9 ل 10 لعيبه، وبيتبقى عندك لعيب. طبعا في حاله ان انت حطيت كيبا وتياجو سيلفا الاثنين، فانت كده يبقى عندك ال 11 لعيب موجودين اساسيين، وعندك 3 احتياطيين لازم يكونوا ما بين توني وما بين راشفورد وما بين تريبير. الثلاثه دول اللي هم سعرهم بيزيد عندك، ولو بعتهم ورجعت جبتهم هتخسر فيهم فلوس. كده انت هتبقى داخل الجوله معاك 11 لعيب موجودين في التشكيله. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. خسعت معاك في واحد وعايز تعمل سالب 4، انا رايي تعمل السالب يا سيدي لو انت ضامن اللعيب اللي هتجيبه هيجيب لك فعلا على الاقل يجيب نقط السالب بتاعته. ما جابهاش فلا بلاش منه السالب، وبناقص يا سيدي اللعيب ده خالص بدل ما تعمل سالب.
طالما فرقتك ماشيه للمستوى ده يبقى انت لا محتاج فري هيت ولا محتاج وايلد كارد عشان خاطر البلانك. ندخل بقى سريعا على الكابتنه المضمونه، وطبعا اول حاجه هتكون معانا في الكابتنه المضمونه راشفورد اللي عنده دبل قدام ليدز وقدام كريستال بالاس. كابتنه مضمونه حلوه قوي لدرجه في ناس بتفكر فيها كتريبل كابتن، وانا برضو بايدك تماما في الاختيار ده لو بتفكر فيه. وطبعا هالاند هيكون معانا قدام توتنهام، ما ينفعش بعد الهاتريك اللي جابه الماتش اللي فات ما نحطوش في الكابتنه المضمون. نيجي بقى على الكابتنه ريسكي، وهي هتكون ريسكي قوي. ريسكي ليه؟ لان انا هكلمك على لوك شو. هتقول لي لوك شو انت بتهرج، اقول لك يا سيدي هيلاعب ليدز وهيلاعب كريستال بالاس. كريستال بالاس عندها زها مصاب، وليدز سمعنا الكلام مش اكيد ان رودريجو كمان هيكون مصاب، فانت بتتكلم اليونايتد واقفه على رجلها الفتره دي، وهو رجع يلعب تاني باك شمال، ما بقاش يلعب مساك، ورجع الناس اللي كانت خايفه عليه من المرض والماتشات اللي غاب عنها لا رجع موجود في ماتش الكاس طبيعي. فانا شايف ان انت لو طلع ب2 كلين شيت 6 ب6 دي 12 نقطه، اي مساهمه اي بونص اي حاجه، فانت بص بلا تعب اعصاب بلا جوان بلا بتاع، الراجل ده جاب لك النقط مضمون. الريسكيه الثانيه برضو هتكون من يونايتد برونو فرنانديز. لو انت حابب برونو فرنانديز بعد ما مشي إريكسن هو اللي ماسك كرات ثابته، بس انا مش فاكر حاجه لليونايتد بصراحه من كرات ثابته عشان اقول لك ان ده اوبشن جامد، بس هو معاه ضربات الجزاء، ده اوبشن مميز لليونايتد. اللعيبه اللي بعد كده بقى معانا لوكشه اللعيبه بتاعت ارسنال قدام، عندك نيكيتيا، عندك اوديجارد، عندك مارتينيلي، عندك ساكا. اميزهم طبعا اوديجارد وبيجي بعديه ساكا. برضو ممكن تكون كابتنه ريسكي حلوه قدام ايفرتون، بس بعد وجود دايش بقى مع ايفرتون فهو بيقفل الحته اللي ورا دي برخامه وبسخافه، فيخوفك بقى ممكن ان هو يتعب ارسنال شويه في الحته الدفاعيه. اما بقى الكابتنه الديفرنشال والاوت اوف ذا بوكس والكابتنه المجنونه هيكون من برايتون، بكلمك على فيرجسون قدام بورنموث. طبعا كابتنه مجنونه ومحدش يعملها، في الاخر يروح يجيب هاتريك وتقول يا ريتنا عملناها. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعت تحضيرات الاسبوع ال 22. اتمنى ان الحلقه تكون كانت مفيده ليك وسريعه. اتمنى ان انت لو عجبتك الحلقه تحط لي لايك، اشترك معانا في القناه لو اول مره تشرفنا وتنورنا، وتابعنا على فيسبوك وانستجرام وعلى تيك توك. وما تنساش ضروري جدا فعل جرس تنبيهاتك عشان خاطر توصلك النوتيفيكيشن مع اول حلقات ما تنزل. كان معاكم اسلام سري من 1 2 بالعربي. سلام.